أهلا بكم في قناة قصص وروايات. جهزوا خيالكم وخلونا نسافر لزمان بعيد. قصة التاجر والحصان المريض من التراث الفارسي القديم. كان يا ما كان، في قديم الزمان كان فيه تاجر غني جدا، معاه فلوس كثير، وكان أغلى حاجة عنده حصان جميل وقوي بيجري زي الريح، وكل الناس في السوق كانوا يعرفوه. التاجر كان يحب الحصان ده جدا، وكل مشاويره وتجارته كانت معتمدة عليه. لكن في يوم من الأيام الحصان مرض وبقى ضعيف، ما بيقدرش يشيل الحمل ويجري زي زمان. التاجر زعل وبدأ يفكر يبيعه لتاجر جلود عشان يكسب منه شوية فلوس وخلاص يتخلص منه. وفي يوم وهو واقف في السوق عدى رجل حكيم كان معروف بنصحه وكلامه الطيب. الرجل بص على الحصان ولاحظ الحزن في عينيه، فقال للتاجر: يا تاجر، ليه هتبيع صاحبك القديم؟ التاجر قال بسرعة: ده بقى مريض، ما بيجريش زي الأول وما بقاش له لازمة. الرجل الحكيم هز راسه وقال بهدوء: يا خسارة، كان بيشيل حملك ويجري معاك ويساعدك سنين طويلة، ولما تعب عايز ترميه. الأصيل ما يتخلاش عن صاحبه وقت الضعف. التاجر سكت وبص على الحصان، شاف الدموع في عينيه وحس بوجع في قلبه. ساعتها خد قرار كبير، قرر يرجع بالحصان للبيت، يعالجه ويديه أكل كويس ويخليه يرتاح. الأيام عدت والتاجر كان بيخدم الحصان بنفسه، يغسله ويديه أعشاب ودواء. وبعد شهور الحصان بدأ يخف وبقى يجري تاني، مش زي الأول بس بقوة وإخلاص. وفي يوم التاجر حضن الحصان وعينيه مليانة دموع وقال له: أنت مش حصاني وبس، أنت صاحبي وأجمل حاجة حصلت لي. وبقى التاجر مع الحصان في سعادة ورضا، يجروا سوا في الحقول، يحسوا بنسيم الحرية ويفتكروا كل اللحظات الجميلة. العبرة: ما تتخلاش عنا أي حد وقت الضعف، الإخلاص والوفاء أغلى من أي مال. أتمنى تكون القصة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكراً لكل دعمكم.